في يوم من الأيام راعي غنم عنده 100 خروف. كل يوم بينده الصبح على خرفانه، وأول ما بيسمعوا صوته بيخرجوا من الحظيرة ويمشيهم بين المزارع والحقول علشان ياكلوا ويتفسحوا وينبسطوا ويلعبوا مع بعض. والخرفان بتحب الراعي وبتعرفه من صوته، ودايما بيمشوا مع بعض وراه عشان محدش منهم يتوه أو يجي ذئب مفترس وياكله. وفي مرة قرر خروف إنه ما يروحش مع باقي الخرفان، وحب يجرب إنه يبقى لوحده، وقال: هيحصل لي إيه يعني؟ أنا كبرت وهعرف أحافظ على نفسي، أنا مش محتاج الراعي. ولما رجع الراعي من المزارع والحقول لحظيرة الخرفان، وقفهم جنب بعض زي كل يوم علشان يعدهم. وفجأة وهو بيعدهم لقاهم 99 خروف بس بدل 100. اتخض، عدهم تاني، ازاي يكونوا 99 بس وهم اصلا المفروض 100 خروف؟ بس لقاهم فعلا 99 خروف. خاف جدا. أنا متأكد أنا عندي 100 خروف، أنا كل يوم بعدهم كل يوم وبلاقيهم 100، النهاردة بس اللي لقيتهم 99. والراعي حزن جدا، لكنه قال: أنا لازم أدور على خروف الضال اللي تاه مني، أنا هروح أدور عليه في كل مكان لحد ما ألاقيه. وفعلا الراعي أخد عصايته وفضل يدور على خروف الضال في كل مكان وينده عليه لحد ما وصل للصحراء. وسمع صوت مأمأة خفيف جاي من بعيد، فالراعي عرف إن ده صوت خروفه. فرح الراعي جدا ونده بصوت عالي على خروفه عشان يطمنه. لحد ما الراعي لقى خروف الضال رجليه مزنوقة وسط الصخور والأشواك ومتعور، فجري الراعي عليه وحضنه وباسه ونضفه من الطينة ومن جروحه وشاله على كتافه. ورجع بيه فرحان ومبسوط، ودخله الحظيرة وسط اخواته الخرفان، ورجعوا تاني 100 خروف. يا صحابي يا إخواتي، افرحوا معايا لأني لقيت خروف الضال اللي كان تايه مني. افرحوا معايا لأنه حي وسليم. أنا هعمل حفلة كبيرة جدا نحتفل برجوع خروف الضال. خرفاني رجعوا 100 من تاني. وفسر ليهم الرب يسوع القصة إن زي ما الراعي فرح برجوع خروف الضال، السما بتفرح جدا برجوع خاطي واحد يتوب. أكتر من 99 إنسان مش محتاجين للتوبة. ربنا هو الراعي اللي بيدور على الخطاة والتايهين والبعاد عنه لحد ما يلاقيهم ويرجعهم لحضنه. ألف وأدور على أمثاله، هحكي وأقول وأتنطط وهعلي الصوت إزاي أوصل للملكوت. ألف وأدور على أمثاله، هحكي وأقول وأتنطط وهعلي الصوت إزاي أوصل للملكوت. مش هاغب عن عينه تملي، هرفع إيدي وقلبي وصل